ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. ناس كتير عايزة تشتغل مضيفين طيران عشان السفر والمغامرات، وبيتقدم للوظيفة دي ناس كتير خصوصا البنات. عشان كده تعالوا نعرف اهم الحقائق عن المهنة دي. مضيفين الطيران عارفين كل حاجة عنك، مين اللي جسمه رياضي مثلا علشان يساعدهم وقت الخطر، مين اللي لابس جزمة عادية ومين اللي لابس جزمة بكعب. صينية الأكل المتحركة أقل مكان نضيف في الطيارة، لأن في ركاب مع الأسف بيحطوا حفاظات الأطفال عليها. مع الأسف كمان تنظيفها بيكون بشكل بسيط جدا. مضيف الطيران بيكسب مرتبه وهو طاير في الجو، يعني الساعات اللي قبل واللي بعد الطيارات انسى، ولا بيقبض عليهم أي حاجة. لو في راكب خطر على باقي الركاب، يعني عامل هس كده لبقية الركاب، يحق لمضيفين الطيران انهم يستخدموا الالكتريك او اللي هو الصعق الكهربائي بمعنى اصح. المية اللي جوه الطيارة، عدد من المضيفات اعترفوا انهم مش بيشربوا منها ولا بيعملوا قهوة ولا شاي، لان الانابيب نادرا ما بتتنضف فبتكون مليانة بكتيريا. لو حد قاعد جنبك اتوفى، مفيش قانون ثابت في الحالة دي، لكن لازم يفضل قاعد مكانه لحد هبوط الطيارة. لو قاعد في آخر الطيارة الخدمة هتكون أحسن. تفتكر ليه؟ لأنك لو قاعد في الأول يعني ناس كتير هيطلبوا نفس طلبك، فهيكون الطلبات دي صعب توفيرها. لو المضيفة طلبت منك تفتح الشباك، لازم تسمع الكلام وتفتح الشباك. ليه؟ علشان تقيم مكان الهبوط الطيارة قبل فتح باب الطيارة. فكرة الضيافة الجوية ظهرت سنة 1912، كانوا محتاجين ناس توفر الأمان والسلامة للركاب. وأول مضيف طيران في العالم كان اسمه الألماني هنريك كوبيز. من مخاطر المهنة التعرض للخطف. لو في إرهابي ممكن تتعدي بمرض خطير من حد على الطيارة. مش دايما بتسافر مع نفس زمايلها، كل مرة في زملاء جداد وحاجة يعني آخر لخبطة. لو في حاجة حصلت مش كويسة، المضيفة هي اللي دايما في الوش، هي اللي بتتحاسب على كل حاجة، هي اللي بتحاسب على المشاريب. غير كده كمان تدريب المضيفين بيكون متعب. وبكده أنا خلصت الحلقة، شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، السلام.